هلا وشلونكم؟ أطيب مقلوبة دجاج تجنن صارت وشكلها. شوفوا شلون الماء قدامكم. هنا مواد المقلوبة قطعتها وقليتها. والدجاج هنا يفضل تستخدمون أفخاذ لأن تكون طرية. سويتها تشريب راح أكتب طريقته أسفل الفيديو بالتفصيل. والأفخاذ قليتها شوية أخذت لون يعني. وأخرت العظم مالتها، حبيت شكلها هيك إن تكون بدون عظام وعلى شكلها كامل. وهنا بجدر حمست بصل وشوية بهارات جدر ويا معجون. وخليت عليه المي مال تشريب مال الدجاج بعد ما صفيته. ومن فار خليت له ملح وشوية رشة فلفل أحمر أو فلفل حار. من نشف التمن طفيته، ما تركته يتهدر، لا مجرد نشف وخليته. وبجدر هنا خليت المواد كلها مال المقلوبة والدجاج. وبالأخير شوية دبس رمان، راح ينطيها النكهة كلش طيبة. وخليت التمن مثل ما تشوفون التمن هنا بدون تهدير، بس يعني شرب المي السوب الأحمر. وطبقت المواد كلها وراح أتركها تتهدر سوية. بس تجي تتبخر طفوها وقلوها تجنن، جربوها كلش راح تعجبكم. وعوافي.